السلام عليكم. اليوم بتكلم عن لقطة يعتبرها كثير من اليوتيوبر انها افضل لقطة في تاريخ المكعب، واللقطة هي لتيمون كولاسينسكي. الله، انت اخيرا نطقت اسمه صح. فيلا خلونا نتكلم عن هذه اللقطة ونقول ليش هي افضل لقطة صارت في التاريخ. تيمون هو لاعب بولندي مواليد 2006، يعني الحين ما وصل عمره 20، بس من يوم كان صغير كان داخل عالم المكعبات وبقوة. كثير من الناس يعتبروا تيمون هو المنافس الاول لاساطير واجد زي ماكس بارك وفيليكس وغيرهم، بس الاداء اللي سواه في بطولة العالم 2025 كان جدا مختلف. في بطولة العالم للروبك 2025 وتحديدا في مواجهة ضد الاسطورة ماكس بارك، قدم تيمون اداء وصفه الكثير انه مستحيل يتكرر يا شيخ. الزمن نفسه كان ممتاز، بس الطريقة اللي حل فيها المكعب هي اللي خلت اللقطة تاريخية واسطورية. يعني حرفيا دخل دخولية سريعة بعد السكرامبل اللي سواه، انطلاقة قوية، حل المكعب بدون تردد، وحتى النهاية بعد كانت مثالية ما فيها اي خطأ او تباطؤ سواه. خلونا بس نوضح نقطة مهمة، انه مو كل رقم قياسي يجي في البطولات يعني هو افضل اداء وخلاص قفل على الليلة. احيانا اللاعب صح انه يجيب وقت مجنون ويبدع فيه، بس تجيله حالات سهلة او اختصارات الخوارزميات ممتازه وخلاص. لكن تيمون غير، كان اداء متكامل ومن كل النواحي. يعني السرعه كانت موجوده من البدايه للنهايه، وهذا اللي خلى كل المحترفين وكل الناس تقول ان حتى لو الزمن مش اسرع رقم، الاداء نفسه هو افضل شيء في التاريخ. خلونا نكون واقعيين شوي. ماكس بارك معروف انه ماكينه ارقام قياسيه وما حد يقدر ينافسه في هذا الشيء، وبعد فيليكس اسطوره في الارقام القياسيه واسطوره في الاستمراريه بعد. لكن اللي صار في اداء تيمون كان شيء مختلف تماما. الجمهور شاف شخص من هو صغير وهو يحاول ويكبر وحرفيا كبرنا وياه سنه بعد سنه. تشوفه يطلع في كل بطوله موجود فيها، وكل بطوله يتطور ويحسن من مستواه ويقدم اداء يعتبر في قمه السيطره وابداع. يعني مسيطر على الساحه بشكل مجنون، كانه جمع افضل ما عند فيليكس وافضل ما عند ماكس بارك، جمعهم في الخلاط وشق طلع لك تيمون. الاداء هذا اللي سواه تيمون يثبت انه عنده عقليه اسطوريه. يكفي انه كان في قمه الضغط قاعد يلعب نهائي عالمي قدام بطل اسطوري مثل ماكس بارك وقدامه الاف المشاهدين. مع كل هذا حسيت انه كان يحل المكعب صاله بيتهم، مروق يحل المكعب ويضحك ومره طيبه. وهذا الجانب النفسي اللي شفته من تيمون هو اللي خلاني احس ان هذا افضل اداء في التاريخ، او افضل يا اخي مو بس انا، هذا الجانب نفسه هو اللي خلى كثير من الناس تقول ان هذا الاداء الاعظم في التاريخ، وهو اللي وضح ان تيمون عنده عقليه مرعبه. يعني هذا غير انه دخل في مكعب 3 ضرب 3، 4 ضرب 4، 5 ضرب 5، حرفيا دخل بكل انواع المكعبات، وبكل نوع من المكعبات دخلها اكل جو عليهم. واتوقع قد قلتها قبل في المقطع اللي لخصت فيه البطوله، قلت ان تيمون شخص ودي اشوفه يفوز بالمركز الاول، لانه مع ان استمراريته رهيبه واداء اسطوري، الا انه طول عمري اشوفه المركز الثاني. ابي بطوله عالم بس واحده اشوف المركز الاول. يعني نقول يلا ان شاء الله يجيب 2026. وفي النهايه اكيد تختلف الاراء، في بعض الناس تشوف ان الرقم القياسي هو الاهم، والبعض الاخر يشوف ان الاداء نفسه والاستمراريه هي الاهم. لكن الشيء اللي ما نختلف عليه كلنا ان الاداء اللي قدمه تيمون في بطوله العالم 2025 تتسجل في التاريخ. بس الحين السؤال لكم، هل تشوفوا ان من جد اداء تيمون فعلا هو الافضل في التاريخ، او كل هذا تطبيل وكلام فاضي؟ واكتبوا لي لو كنتوا تشوفوا ان في لحظه ثانيه تستحق اللقب اكثر، واكتبوا لي لو كان في كيوبر تبوني اتكلم عنه في المستقبل. فبس اتمنى انكم ما تقصروا معي لا بلايك ولا باشتراك، واتوقع واضح من صوتي اني لاي درجه مو قادر اتكلم وتعبان. فبس مع السلامه.